أهلا بيكم في كلام إلهام. أكتر علاقة مرهقة هي علاقة اليويو، زي كرة اليويو كده. علاقة رايحة جاية مش ثابتة. انت تقرب من الشخص اللي قدامك هو يبعد، تبعد عنه يجري ويقرب تاني. علاقة غريبة ومريبة كده وتبعث على عدم الاطمئنان. للأسف الشديد العلاقات دي موجودة كتير قوي. تلاقي الشخص بيعمل كده دايما، يقرب قوي قوي ويدي حب وحنان وعطف واهتمام، فجأة يمشي بعيد ويشيل كل ده ويسيب الطرف التاني مستغرب. طب ليه؟ طب انا عملت ايه؟ طب انت مجنون يا عم انت ولا ايه؟ طب في حاجة انا زعلتك فيها قول لي مثلا. لا، مفيش اي اجابات على اي اسئلة. هو بيمشي وقت ما يقرر وبيرجع تاني وقت ما يقرر. واحنا كل المطلوب مننا بقى ان احنا نقعد على الدكة كده مستنيينه. لما الباشا كده ظروفه تسمح وذهنه يصفى بيجي تاني كده لوحده. لكن متضايق بقى ولا مقير شوية كده وعاوز يبعد شوية يبعد، وهو واثق ومتأكد ان احنا موجودين. هو ايه؟ واثق ومتأكد ان احنا موجودين ومستنيينه. هي دي بقى الحتة اللي المفروض نكسرها. ما نبقاش لا مستنيينه ولا هو لما يرجع يلاقينا موجودين على الحال اللي سابنا عليه. دي بقى اكتر حاجة بتجنن الشخص اللي قدامنا ده. هو بيرجع ليه؟ مش بيرجع علشان هو مهتم وان هو عاوز يكمل او كده، لا خالص. هو شخص نرجسي. احيانا بيكون فاضي في الوقت ده، مش لاقي حاجة يعملها ومش لاقي حد يكون معاه، فبيرجع تاني للشخص اللي ضامن ان هو حطه على الرف وهينزله ويلمعه كده شوية وينفخ من عليه التراب ويحطه في جيبه ويمشي. انتوا بالظبط بالنسبة لهم كده حاجة مركونة. هياخدكوا تاني يهف التراب من عليكوا ويحطكوا في جيبه تاني ويمشي ويتصرف ويعمل اللي ما بداله، وعارف ان انتوا ولا اي اعتراض بتعملوه. طب يعني بالله عليكم يرضيكوا تكون دي صورتكم قدام اي حد، حتى ولو كان الحد ده روحنا فيه؟ قولا واحدا لا، احنا ما نعملش في نفسنا كده. لازم نحس بقيمة نفسنا ونعمل لنفسنا قيمة في الاساس. امتى الشخص ده بيتجنن وبيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يرجعنا تاني للرف بتاعه؟ ايه بيعمل ايه هو اللي بيخليه يحصل له كده؟ احساسه ان احنا خلاص شقينا طريقنا في الحياة وابتدى يبقى لينا حياة مختلفة عن الحياة اللي هو فيها، او حياة مختلفة هو مش عنصر ولا طرف فيها. ده بيجننه، بيخليه يرجع تاني جري عشان يدخل جوه حياتنا تاني. طيب احنا بقى دورنا ايه في الموضوع ده؟ بنسمح له عادي كده ان هو يدخل من الباب؟ يبقى ما تعلمناش حاجة، وكل الخطوات اللي هو عملها وكل التجارب اللي مرت علينا معاه ما اثرتش فينا ولا ضافت لتعليمنا سنتي واحد. ايه المطلوب ان احنا نعمله؟ لما الشخص ده يرجع ما نديهوش اهتمام نهائي، نحسسه ان هو اوكي تعالى اتفضل ادخل من الباب، لكن ملكش نفس الأهمية ولا المعزة اللي كانت موجودة قبل كده. ملكش نفس الحيز في حياتنا اللي كان موجود قبل كده. لا، مساحتك تقلصت شوية، وبشوية مجهود مننا ممكن تتقلص لحد ما انت بتختفي أساسا من حياتنا أصلا. يعني ده أكتر تصرف صح ممكن نعمله مع الشخصيات اللي زي دي، شخصية العلاقات اليويو. حد تاني يقول لا، طب هو رجع اهو ندمان وراجع تاني. احنا عاوزين نفهم شخصية الشخص ده ايه علشان نعرف بالظبط بيفكر في ايه، ونعرف احنا موقفنا منه هيبقى ايه. الشخص ده لما بيرجع مبيبقاش راجع عشان هو مهتم، ولا ان هو وحشتوه، ولا ان هو عاوز يبقى جزء من حياتكو على طول، لا خالص. هو بيستمد اهتمامه وبيستمد قيمته منكو ومن اهتمامكو بيه. هو بيفتقد الحتة دي لما يكون بعيد او بعيد شوية، بيرجع تاني علشان يحس بالاهتمام والحب في عينيكوا، وان انتوا قد ايه بتضحوا وبتوقفوا مستقبلكوا كله وحياتكوا عشان بس ترضوه، وان انتوا بس مستنيين كلمة صغننة قد كده منه عشان يرضى ويبقى لطيف معاكوا تاني. الشخص ده في الاساس ما بيهمهوش اللي هو نفسه، بس نفسه فقط. يعني انتوا على الهامش مش موجودين. يعني احساسكوا بقى ان هو رجع عشان مهتم وعشان ندمان، ده احساس كده تاخدوه وترموه من الشباك، لان هو ما رجعش عشان الاسباب دي. هو رجع عشان اسباب تانية تخصه هو، بتاعته هو، وشرحتها دلوقتي. حياته عاملة زي البطارية كده اللي بتفضى وبتتملي باهتمامكم انتوا وسعيكم الدؤوب علشان ترضوه. حياته ما بتكملش ولا بيحس بالنشوة والسعادة كده الا وانتوا تحت رجليه. سوري للكلمة بس هي بتبقى كده فعلا. بتلبوا كل طلباته حتى المستحيلة وبتحاولوا ترضوه بأي شكل من الأشكال. هو كده بيبقى عامل زي ملك زمانه، الرعاية تحت رجليه وهو قاعد كده على الشيزلونج بيستمتع بمنظرهم وهم بيهينوا نفسهم وبيحاولوا بقدر الإمكان يسترضوه.
انا بحاول ارسم لكم الصوره بالظبط عشان تعرفوا انتوا مكانكم فين بالنسبه له، وعشان تحسوا ان دي صوره مهينه وما تنفعش ابدا ان انتوا تحطوا نفسكم فيها اطلاقا. انتوا المفروض تحسوا بقيمتكم اكبر من كده بكتير، وتبتدوا تحسوا ان وجوده او لا مش ليه التاثير الجامد اللي انتوا كنتوا فاكرينه، وان حياتكم تستمر عادي اهو. والله انتوا بتاكلوا وبتشربوا وبتقابلوا ناس جداد وبتتعاملوا وبتروحوا شغلكم عادي. بشويه مجهود الحياه هترجع عاديه تماما، واحساس الالم اللي جوانا ان هو بعد مش هيبقى موجود اصلا. وحتى ممكن تبتدوا تسالوا نفسكم ايه ده، هو انا كنت بذل نفسي قوي كده علشان شخص بيعاملني بالاسلوب ده؟ هو انا كنت بحاول استرضي شخص شايفني قليله بالشكل ده؟ اطلاقا، انا عمري ما هعمل في نفسي كده. ونبتدي كده نحس بالكرامه، ونبتدي نحس ان مفيش حاجه ابدا في الدنيا تستاهل ان حد يقلل من نفسه عشان حد تاني ممكن في الاساس يكون هو اقل منه في الحقيقه، لكن هو اللي مكبره كده ومديله احساس بالفخامه كده. لكن هو مش كده، هوا مش موجود. قيمته موجوده في عيونكم انتوا وبس، لكن في الواقع لا. طيب الخلاصه، الشخص ده لو رجع في حياتنا تاني نتعامل معاه ازاي؟ زي ما قلت، نتعامل معاه بطريقه حياديه. اتفضل ادخل جوه حياتنا، لكن مالكش القيمه اللي كانت ليك زمان في حياتنا. نحسسه ان هو عادي جدا، عادي موجود، اهلا وسهلا، بعد خلاص مفيش مشكله خالص. ونحسسه قد ايه ان احنا ماشيين في حياتنا، وابتدى يبقى لينا اصحاب واصدقاء تانيين، وان هو ممكن مرحب بيه يكون واحد من دول، لكن ما يكونش ليه اي قيمه اكتر من كده خالص. والضربه القاضيه بقى ان هو لما يرجع يلاقي ان في حياتنا شخص تاني موجود وبيقدم لنا احتياجاتنا العاطفيه وبيعرف قيمتنا وبيقدرنا اكتر ما هو كان عامل. دي بقى الضربه القاضيه بتموته خالص يعني. خلونا يا جماعه نرجع كل حاجه لاصلها. الشخص اللي بيبعد خليه بعيد وملهوش مكان في حياتنا، والشخص اللي بيحبنا وبيقرب مننا هو ده اللي نديله عنينا، علشان بس الحياه تستقيم، وعشان نعرف نعيش كويس، وعشان البوصله بتاعتنا تتعدل وتروح ناحية الأشخاص اللي بيقدرونا، وتمتنع تماما إن هي تبص ناحية الأشخاص اللي مش مديالنا قيمتنا الحقيقية. وأتمنى إن أنا أكون فدتكم، وأي حاجة قلتها دلوقتي ساعدت ولو حد بس فيكم واحد إن هو يحط رجله على بداية الطريق الصحيح. واستنوني في الحلقة الجاية من كلام إلهام، وهنناقش موضوع جديد. استنوني.